من على الانترنت. خليكم معانا، هنفتح الملف ده دايما، احنا مش اول حلقه نفتحها النهارده، فاتحينها من فتره. ده احد الحاجات اللي احنا مهتمين بيها، بخلاف ان احنا بنحلل الظواهر الاجتماعيه على شبكه الانترنت عفوا. زي ما قلت لكم، لو عارفين موقع مصراوي، جروب مصراوي، لو عارفين موقع مصراوي وجروب مصراوي على الفيسبوك، خليكم معانا نشوف ايه الحدوته دي. على فكره الجروب غير الموقع. ايه الحدوته دي؟ دينا حوران اهلا بيكي. هاني حتحوت اهلا بيك. وهايدي ماهر اهلا بيك. لو بدات مع دينا عشان هي الادمن. كلنا عارفين موقع مصراوي، بس انتوا مش تبع الموقع صح؟ لا، هو احنا في الاول احنا كنا يوزرز عاديين، موقع بنتابع اخبار. كنا شويه صحاب في الشات، نتقابل كل فتره. شويه صحاب من جهات مختلفه في مصر صح؟ بالظبط. ما تعرفوش بعض فيس تو فيس؟ نعرف بعض بس من خلال النت مش اكتر، يعني شاتنج عادي يعني. بعدين بس احنا صحاب يعني كلوز، ان احنا قريبين من بعض برضو، يعني نعرف بعض حياه بعض، يعني لو حصل عند حد حاجه لا بنروح له كده يعني. بس الفكره جت ان احنا عايزين نعمل حاجه تجمعنا كلنا يعني كاصحاب. نقدم خلالها افكارنا، نتناقش بحريه كده يعني. جت الفكره من واحد معانا، جاسر اباظه. جاسر، انا بحيي جاسر، هو نسق لنا هو كمان الكرييتور اصلا، هو الفكره كانت في دماغه وهو اللي نفذها، واحنا كنا معاه. وبعد عملناها وقعدنا فتره ان احنا يعني ايه بنجمع في الناس بتوع الشات بتوع مصراوي بس. فجأة بس لقينا ان طبعا فيسبوك اوبن تو اول يعني، فلقينا ان الناس كتير بدات تدخل، ويعني من كل، يعني من كل مش من مصر بس، لا ده من بره كمان يعني. بس حبينا بقى ان احنا نخلي الجروب لا ده يبقى اوبن تو اول بقى، نخليه مش يعني مش مقتصر على حد معين او على ناس معينه، لا. بس ولقينا ما شاء الله يعني الحمد لله. تعبنا فيه كتير عشان يوصل للعدد دوت، ولسه هنكمل فيه ان هو يكتر. بس انت شخصيا ما بتشتغليش في الموقع دلوقتي؟ لا، انا كنت يعني بقالي كام يوم كده عشان دراسه. انت بتشتغلي في الموقع كمان بتاع مصراوي؟ لا، ما بشتغلش في الموقع. انا بقالي فتره بقاله يعني، انا بقالي 3 سنين فيه مش شغاله فيه، لا كيوزر. بتقري كيوزر عادي، لكن مش كشغل يعني. انت منين، من القاهره؟ من القاهره. منين؟ من شبرا. من شبرا. هاني حتحوت. ايوه. انت بقى حدوتك ايه مع جروب مصراوي؟ قول لنا بقى، عاوزين نعرف دلوقتي لو دخلنا على الفيسبوك وكتبنا مصراوي، ايه الخدمات اللي بيقدمها لي جروب مصراوي على الفيسبوك؟ هو اصلا انا كنت يوزر على سايت مصراوي برضو، اللي هو العادي اخبار بقى وتشات وكده، بس ما كنتش اعرف ان هو ليه جروب على الفيسبوك. شفته انا طبعا اتفاجئت قوي ان السايت ده من احسن السايتات اساسا كنت بدخلها يعني. دخلت اشتركت فيه، لقيت بقى ان صحاب يعني الناس بجد بيعاملونا كاننا كلنا اخوات بجد مصريين يعني. ايه اللي صحاب بيبسطك يعني؟ اللي بيبسطني ان هو بيتكلم في كل حاجه. سياسه بقى، بيتكلم في مثلا مشاكل بين الصحاب. اي موضوع ممكن يخطر في بالك بنلاقيه. وبقى مثلا اقول مشكله، كل صحابي كل الناس بقى تدخل تقول راي. في ناس بتساعد بجد؟ بتساعد قوي. مفيش حد بيقول وانا مالي زي ما بيحصل في الشارع؟ لا فريندلي قوي، الناس كلها بترد يعني، ولذيذ قوي يعني. مفيش كبر دماغك لا لا، ما عندناش. مفيش الكلام ده، وده حقيقي فعلا يعني. كل اللي على الفيسبوك طالما واحد اشترك في الجروب وهو يعني مهتم بالقضيه بتاعت اي جروب. حتى الريت بتاعه بيزيد قوي، الناس الممبرز في فتره قليله قوي. انا دخلت بعد ما دخلت مثلا من شهر 3000 واحد مثلا دخلوا بعديها، فبيزيد قوي ما شاء الله. ما شاء الله. هايدي، انتوا كام واحد عندكم دلوقتي في الجروب؟ 14,000 تقريبا. 14,000 بتعملوا بيهم ايه دول؟ بنجمع ناس قد ما نقدر مصر. طيب انا عاوز اسالكم حاجه بالمناسبه. انت قولي لي كده 5 اهداف من جروب مصراوي اللي انتوا عاملينه على الفيسبوك، عشان اسالك بعديها سؤال تاني. اوكي. 5 اهداف. اول حاجه بنتكلم توبكس مفتوحه خالص. زي ما قال حضرتك، مفيش حاجه معينه. تمام. نمبر 2، صحاب جدا واخوات جدا. بيت واحد كانك قاعد في كافيه. ال 14,000 وشويه. لا، والادمنز كلهم عشان هم اكتر من ادمن. ف جاست ان حد بيخش يتضاف بيتعرف عليه، ومش بس جاست ان هو اتقاد ومحدش خد باله، لا لازم تعرف عليه واحد واحد. فاللي هو بيهتم بواحد واحد من 14,000. اهداف تانية ان احنا نتقرب من كل حاجه، نعرف كل حاجه، كل جديد، نكتب كل حاجه، اخبار، اخر اخبار. النهارده كتبتوا ايه على الجروب بتاعكم؟ النهارده لا، انا اقدر اقول لك على امبارح عشان النهارده ما دخلتش.